اللي هو المنتخب الأرجنتيني. باش تضغط على المنتخب الأرجنتيني لازم تكون شرس وتكون قوي جدا وتكون مقاتل فوق أرضية الميدان. نروح لك الأمر الآخر اللي تناقشوا عليه الزملاء. أنا رأيي المتواضع، إذا شفنا روحتنا لعبوا دفاع أمام المنتخب الأردني فنحن لا نستحق التواجد في المونديال. اذا نروحوا ندافعوا امام وجه كلامك لا عبد الوهاب. وجه كلامي لا هو اللي قال هذا. انا نعم اسمع هو نعم قلت لك وجه فقط تتحدث معه، هو صاحب النظريه. وهاب مد رأيه محترم ويقدر يكون رأيه هو اللي يخرج يوم المباراة صحيح. بصح انايا يوم المباراة اذا شاهدت بيتكوفيتش يلعب الدفاع غير يقال ولا يحط الاستقالة تاعو. اذا لعب الدفاع امام المنتخب الأردني وخسرنا، وحتى اذا ربحنا بمباراة دفاعية أمام المنتخب الأردني، إذا أنت ما تتوقع؟ في رأيي أنا نتوقع أنه يهاجم محمد، ونتوقع أنه إحنا اللي نكونوا أحسن، وإحنا اللي نحافظوا على الكرة، وإحنا اللي نكونوا نملك زمام مباراة. إذا نحاول تعقل عبد الوهاب. اسمعني وإحنا اللي نجروا المنتخب الأردني للعب حسب ما نريده نحن، لأنه مع كل احترام للمنتخب الأردني عنده لاعبين محترمين، بصح منطقيا كرويا عندنا لاعبين محترمين. إذا عندك مازا وعندك بوداوي وعندك بن طالب وعندك حاج موسى وعندك محرز وعندك عمورة وعندك بن سبعيني وعندك ماندي وعندك ايتنوري في مانشستر سيتي وعندك بلغالي واحد من أحسن الأظهرة اليمنى في إيطاليا، بعدها تدخل تلعب أمام منتخب الأردني لأغلبية لاعبيه ينشطون في الأردن لا ينشطوا في الدوريات الخليجية، تروح تلعب أمامهم دفاع. حتى بالمنتخب تاع منتخب كأس العرب اللي لعب به بوقرة ما كناش ندافعوا أمام المنتخبات العربية، كنا نلعبوا هجوم وكنا نفوزوا بالأداء والنتيجة. إذا لعبنا دفاع، إذا لعبنا مباراة دفاعية والله غير يحط الاستقالة تاعو بيتكوفيتش ويروح. على ما راكش تشوف في عبد الوهاب شفت منه. أنا اسمع محمد، أنا أقدم رأيي لا ألزم به أحدا وأحترم رأيي. الكأس العالم ما تقدرش تدوميني فريق مثل الفريق الأردني مع كل احتراماتي للفريق الأردني كما قال لك محمد الأمين. ما لهوش أنا نديروا في كأس العالم. أنا حبيت نفهم حاجة بالك أنتم ما فهمتونيش. أنا حبيت نقول لك طريقة لعب بدفاع متأخر هي نقطة قوتنا. احنا نروحوا على المرتدات، احنا ما تقدرش تصنع لعب وتروح تبني اللعب وتروح تهاجم على هجمات مبنيه، تروح لي زاتاك بلاصيح. احنا ماشي هذيك هي النقطه. انا حبيت نقول لك اليوم الدفاع المتاخر هو النقطه القوه تاعنا. خلي الاردن يجي لما نروح على المرتدات نسجل. انا واش تهمني فوز المباراه ولا الاداء ولا الهزيمه؟ لا تهمني الفوز. الاداء ثاني يهم. اسمح لي ما يهمنيش الاداء، سامحني وهاب. بس هذاك هو هذا اسمح لي نقطه قوتك انت اليوم الدفاع المتاخر كل اهداف. راني فاهمك وهاب، راني فاهمك. شوف حتى ريال مدريد في أعز أيامهم وفي أعز أيام برشلونة كان لا يستحي من اللعب بدفاع متأخر والاعتماد على الهجمات المعاكسة وقت مورينيو وغوارديولا وهو ريال مدريد، وهذا أمر مقبول عادي. ولكن أمام برشلونة في بقية المباريات، كل المباريات على طول الموسم ريال مدريد يهاجمك ويضغط عليك عاليا أمام الأتليتيكو، أمام بيتيس، خليني نكمل لك، أمام إشبيليا، أمام كل أندية الليغا ريال مدريد يضغط عليك في مناطقك، وحتى أمام بايرن ميونخ. استثناء اسمه برشلونة. أمام الأرجنتين نقدر نتقبلها تلعب مباراة دفاعية وتفوز، ما يهمنيش الأداء. صح أمام الأردن أخي العزيز إذا نروح نلعب أنا أمام الأردن شوف براتب من احسن راتب في افريقيا، اسمعني بلاعبين يلعبوا، اسمعني في بلاعبين يدخلوا في وهاب. انا علاش نخلصك انا وهاب؟ بصح انت عندك يا لامين ما فهمتنيش حاجه، ما عندكش لاعبين اللي تضغط بهم يا لامين، ما تقدرش تضغط بهم. لو كان تضغط شوف انا نتحداك اليوم لو كان تضغط على المنتخب الاردني تتلقى اهداف، وانا نقولها لك وتذكر كلامي. ما تقدرش تضغط، ما تعرفش تضغط. افكار فرديه وليس اسلوب جماعي. اعطيني لاعب. ما قلتلكش تضغط، انت ما راكش فاهمني. انت اللي تستحوذ على الكره. تستحوذ واش قلت لك انا؟ تستحوذ واحده اثنين ثلاثه وتروح للامام. تستحوذ ما تعملش الاستحواذ علاش منها تلعب بلوك با مع الارجنتين. انا بور ماليتي نيجاتيف، ستانجو نيجاتيف. انا كرة القدم نعرف لوبجيكتيف، نروح للامام، نروح انا تعطيني تقدر تخليني انت كخصم نحكم 10 دقائق كره، نروح نستعمل عرض الملعب. وهاب راني معاك، ولكن بال 58% تير كادري ماتش. لحقنا المرمى، شحال حكمنا لا بوزيسيون مع المنتخب الارجنتيني؟ 52%. شحال وصلت للمرمى؟ زيرو. اسكو جو نيجاتيف ولا جو بوزيتيف؟ جديات حبسني ريبونديني. انا حبيت نقول لك باسكو اليوم لو كان تلعب بنقطه قوتك
لو كان تلعب بنقطه قوتك ضد المنتخب الاردني تلحق للمنتخب وتسجل. نعم جديات. انا محمد انا ما زالني في كلامي مع كل احتراماتي له، ولكن انا محمد الفريق بعد النكسه الاخيره الفريق مطالب بالنتيجه والاداء. نعم. من اجل رفع المعنويات قبل مباراه النمسا المهمه جدا، قبل مقابله النمسا، وحتى اكمال المشوار على اكمل وجه. محمد لازم يكون اداء في المستوى المطلوب، وعندنا كامل الامكانيات باش نأديو مقابله في القمه. نعم. عندنا فرديات قادره تصنع الفارق في اي لحظه. احنا ملزمون بصناعه اللاعب، ملزمون بالمحافظه على على بالك هذه نيمبورت كيف في الشارع كيشوف باللي الفيدراليه كنا نستناو تستدعي هذا المدرب ياك اللي راهو ما راهوش ميم با يحس حجم ولا ثقل المسؤوليه اللي راهي على العاتق نتاعو. خسر 3-0 كاين اللي ما صرا والو. سي بور سا جبت لك ولا صح هذه تاع زيدان دخل لي فيستير سا صري طري غراف باسكو لو فيستير سي اون انتيميتي يكون واش يكون هذا ما يدخلش الفيستير تاع الجزائر. خلينا جو فيرم لا بارونتيز باش ما تزعفش عليها حكيم. نولي نيمبورت كي لي سيبورتي تاع الجيري كي يشوف لافاف دارت شكوى على ولا تظلم للفيفا يقول لك الامتصاص غضب الجماهير. انا جوري ايمي الفيدراليات تتكلم على الاخفاق. كي تتكلم على الاخفاق تتكلم من بين اسباب الاخفاق نتكلموا على التحكيم. سي فري الجزائر ظلمت. اذا خلاص مصطفى في كل مصطفى معزوزي انتهى بيتكوفيتش نحاوزوك في اول مباراه ونعاقبوك. ماشي نحاوزوا حكي لا نعاقبوك. قلت لك اون فالوي دوموندي دي كون. شوف هم ثلاث مدربين. نعم هذا هو المنطق في رأيي. شوف هم ثلاث مدربين جو سوي سور اون فوا في لا كارير تاعو دو فوا لي بريزيدون تاعهم يقولوا لهم كي ما يكونوش لي بون ريزولتا يقول لكم يبو دوموند دي اكسبليكاسيون. سي نورمال اون طونك امبلويور اي امبلويي le respect تاع لي بريروغاتيف. مانيش نقول لك الشيخ عبد الكريم بيرة بدل لي ليكيب، ما نقولكش هكذا، نقول لك الشعب راهو مستاء من هذا الهزيمه النكره. سي بيتكوفيتش عطينا تفسيرات، انا من حقي ندي من عندك تفسيرات باش نعطيها للجمهور الرياضي والشعب الجزائري. قلت لك انت كي دير لي الشكوى هذه هيا نطلعوا في بواكي درنا شكوى على التحكيم، ما تبدلش التحكيم ديما كونتر الجيري. درنا الاربيتر سي فري قبل ما يماركيو لنا النيجيريا ذبحنا الاربيتر نحانا بينالتي انديسكيتابل. درنا شكوى عاقبتنا هذيك الشكوى عاقبتنا لاكاف هكذا. درك يرحم بابك وكان نحالك بينالتي وكان بيت فالابل نحوه لك جو بو كومبروندر. الماكسيون تاع ميسي سي فري لي بروتيجي قالوها سي فري. ميسي لابارتيان لوبي جويف الله يهديكم، هما اللي حاكمين الموند يسيروا كيما يحبوا. سي مافيا انفونتينو هذا ما يحبلكش الخير. انت بلد عندك كرامه، انت بلد اسمه الجزائر. المواقف نتاعك السياسيه تجاه الصحراء الغربيه تجاه القضيه الفلسطينيه ما يحبولكش الخير يا حكيم. وكان زعما تو فا افونسي في لا كوب دي موند غير دير حسابك باللي كي فون تاريتي. مي انايا واش حبيت نقول لك اون دوا با سكاشي ديريير دي بريتكس. والله العظيم اون بو روفونير مي كيفاش نستخلصوا الدروس وج في روميتر سيت اونترينور ا سا بلاص نقول له ما تلعبش بينا باسكو لا ان افيكتيف. قلت لك يا حكيم ولا الجمهور سمعني، قلت لك يا حكيم المشكل اللي عنده هذا ما عندهمش المدربين الاخرين، عنده 26 لاعب يعرف برك كيفاش يوظفهم. هذا ما كان عندنا دي طري بون جوار مي هو اللي يوظفهم هو اللي موتيفيهم. سي فري انا ماذا بيا نشوف ان اونترينور ياكل لا بولوز يدخل يفا جيستيكولي يفا يعطي لهم الشحنه مليحه. سيري صاجي حنايا هاوليك حنا في البلاطو رانا نهضروا بيدين ورانا نعيطوا. علاش؟ باسكو انا من نوتر بي. انت في ليكيب ناسيونال راك تشوف خير منا، راك تشوف دي زيرو دو ماركاج، راك تشوف. وثاني هنايا لازم نهضروها. السينغيز هذا بوجي شويه ميم انت بوجي في البونتوش. سبحان الله راك جزائري راك انتاج محلي يا خويا. بيتكوفيتش هذا ما حبش يبوجي نوض نتايا تي ركاد الى دي بريروغاتيف ولا شغل لا راني اليزابيث ما عندوش لي بريروغاتيف. انت راك ادجوان تاع بيتكوفيتش هذاك ما شافش انت لازم تشوف. دونك يا حكيم لا بريباراسيون دان ماتش ابري اون ديكونفوني ولا ابري هزيمه ثقيله سي لا كونسونطراسيون ماكسيمال. ميم لا كومونيكاسيون ما لازمش. انت كي تتكلم على التحكيم راك تحكمي اللاعبين، راك تنحي لهم المسؤوليه. خسرنا باسكو
لاربيت ما با اكسبولسي ميسي، وكان اكسبولسي ميسي بالك ما نخسروش هكذا. لا نقول لهم ميم لاربيت اللي تي كونتر والعالم كاع يشهد بليك ميسي يستاهل البطاقه الحمراء، لكن انتم اللي جوار واش درتوا في التيران؟ هكذا اللي نهضر انا كمسؤول تاع الفاف ولا مدرب وطني، نقول لهم انتم اللاعبين صح ظلمكم الحاكم، وانتم فوزافي رياجي فوزافي تيري اون فوا لي بوت. يقولوا لي سمحوا لي يا اخي انتم نون كادري اون كان تير نون كادري ميم با كان كادر، معليش يا سيدي نون كادري ما كاش. دونك حكيم هاي اللي فعلا كيفاش هذا ما تم تداوله على انه الجزائر هو بالنسبة لي نهائي كأس العالم بالنسبة للجزائر، نهائي مصيري بالنسبة لمشوار الجزائر نعم. في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية. مباراة لتجنب الفضيحة، لأن الخروج في الدور الأول في هذا النوع من المنافسات ب 48 منتخب فضيحة صراحة، نحبه ولا نكرهه. نعم. لذلك مباراة الأردن بالنسبة لي تحدي كبير ونهائي قبل الوقت بالنسبة لهؤلاء اللاعبين والمدرب والاتحادية وكل ما له علاقة بكرة القدم الجزائرية. لذلك يجب التحضير جيدا لهذه المباراة واختيار اللاعبين المناسبين لمواجهة منتخب أردني. أنا شفت مباراتهم أمام المنتخب النمساوي وهاب ولا ميلوت، قدموا مباراة في المستوى، تحب ولا تكره، خسروا 3-1 لكن وقفوا الند للند أمام منتخب النمساوي. مباراة كانت مباراة تحولات، لقطة من هنا ولقطة من هناك. منتخب دخل مباراة النمسا المنتخب الأردني ب5-4-1 ما عدا موسى التعميري في الهجوم، لكن ما راهيش 5-4-1 بالمعنى الكلاسيكي، يعني شفناهم خاصة في وسط الميدان لما يدافعوا 5 على خط واحد، ومن بعد تشوف لي دو ميليو تينا ريكيبيراتور اللي هما الروابده وكذلك رشدان يدافعوا الاثنين، ثم فوقهم تشوف الفخوري وعلوان. الفخوري وعلوان مهمتهم انهم تشوف الميليو تيران تاعهم لي دو هذوك ديكالي بارابور لي دو ميليو تيران ديفونسيف، مي سي كومباكت قراب مسافات ما كاش بزاف بين اللاعبين، يديروا ان بلوك ما يخلوش مساحات ويجوا با فيك ان بلوك فريمون با، نو سي ان بلوك ميديوم يعني بلوك ميديوم، يدافعوا جيدا، يتحولوا سريعا نحو الامام، عندهم انطلاقات سريعه نحو الامام، خاصه ثنائي العلوان والفخوري اللي يلعبوا وراء موسى التعميري. منتخب تكتيكيا منظم بطريقه جيده جدا. مانيش نقول لك هذا برازيل 82، لكن لما نشوفوا احنا ما قدمناه في المباراة الأولى وخسرنا 3-0 وما قدموه هم وخسروا 3-1 في المباراة الأولى، من حيث الخطورة ومن حيث التهديف ومن حيث الحضور والجرينتا وبدنيا كانوا أفضل منا، قدموا أفضل مما قدمناه احنا في المباراة الأولى، رغم أنهم خسروا 3-1 أيضا. ولمعلوماتك فقط في الجولة الأولى من 48 منتخب، المنتخب الجزائري هو المنتخب الوحيد الذي لم يضع ولا تسديدة في الإطار. دوكا جينا نعالجوا المشاكل الدفاعيه لقينا المشاكل الهجوميه، لاننا ضد الارجنتين 0 تسديده في الاطار، هدف شايبي كان ملغى بحجه التسلل. في الاحصائيات في اوبتا نحن المنتخب الوحيد الذي لم يسدد. انا قرات هذه الاحصائيه مثلك، لكن فيه فرصه شايبي في الشوط الثاني اللي رجعها الحارس كانت في الاطار، كانت سيركوتي، نعم. ما كانتش في الكادر. انت لو كان خلاها قد فت شايبي كانت في الكوتي، كانت جانبيه يعني لا قد فت شايبي. لو كانت تنحي ديبو مارتينيز ممكن تخرج قباله تروح لا توش اون فاس، باسكو لي تي بويسونت، مش بونس با كان عندها هذاك باش تدخل. المهم التسديدات في الاطار 0 تسديده، احنا ثاني لازم هذا نضيعوا صحيح. نديباتيو عليه، ندق ناقص الخطر. منتخب يلعب 90 دقيقه بصفر فرصه في الاطار، يعني باش ما نوليوش الارجنتين. الان يجب معالجه المشاكل الدفاعيه والهجوميه ومشاكل وسط الميدان، لاننا في لي 3 كومبارتيمون ضد الارجنتين مع احتراماتي للجميع مي اون ايتي نول. هذا هو الوصف الصحيح لما حدث امام الارجنتين. لذلك الان علينا ان نلعب هذه المباراه بعزيمه اخرى، بجرينتا اخرى، بتحضير افضل، باختيار افضل العناصر المناسبه للفوز على المنتخب الاردني، ومحاوله تسجيل اكبر كم من الاهداف، ليس الفوز فقط، لانه اليوم في الجولافيراج رانا موان 3 ورانا نحوسوا الى هذه تجي في المرحله الثانيه ميدو، هذه في تفوز بالمباراه وبعد ذلك ابحث عن الاهداف. جديات هي الفرصه الاخيره لتصحيح المسار والعوده الى سباق التاهل الى الدور الثاني. اكيد محمد، ما عندناش فرصه اخرى محمد على اللاعبين استخلاص الاشياء الايجابيه من المقابله هذه. علينا نسير المقابله
كرة قدم فيها كل شيء ممكن. المقابلة هذه كنا أكوتي محمد، ولكن ما زال عندنا لحسن الحظ ما زال عندنا مقابلتين. مقابلة الأردن أكيد راح تكون مصيرية، وهي اللي تكون مفتاح يعني التأهل. كما تكلم الأخ ميدو، لازم المدرب، لأن المقابلة هذه احنا اللي ملزمين باش نعم نصنع اللاعب، احنا اللي ملزمين باش نروحوا للفريق الخصم اللي اكيد راح يلعب لك يعني البلوك با ويلعب على العكسيات، لانه ما عندوش امكانيات اللي عندك. التي يجب معالجتها في وسط الميدان. انت لعبت في الوسط ولعبت في الهجوم ايضا. محمد وسط الميدان هو قلب النابض للفريق. بيان سور. دونك محمد انا واش نشوف في المقابله تاع الاخر، لازم نلعبوا ان ريكيبيراتور واحد فقط. واحد فقط محمد، لان لازم تلعب. تختار انت جديات؟ انا المقابله هذه نختار، انا نفضل زروقي. زروقي على بن طالب؟ فضل زروقي، لان زروقي تكتيكمو يعني يقرا اللعب، يقرا حتى في المقابلات هذه ماشي مليح الكره، لاعب اللي موالف بالضغط تاع مقابلات. ولازم نكونوا كما تكلم لك، لازم هجوميا لازم نكونوا يعني اكثر خطوره، وما عندناش فرصه اخرى محمد. ثلاثي خط الوسط لو تضعه؟ انا نشوف اللعب زروقي اللعب مازا شيبي. زروقي مازا شيبي، هذا هو وسط الميدان. هذا شيبي تفضلوا في وسط الميدان اكثر؟ في وسط الميدان لا في وسط الميدان شيبي ما اكثر منه جناح. اكثر منه جناح. انا نفضل عموره على الجناح، لانه عموره لاعب سريع، راح يكونوا فيه ثغرات، وبالسرعه تاعو يفيدنا بزاف. عموره نشوف محرز ونشوف افون سونتر، انا نشوف بوعليه. بن بوعليه نعم. لان غويري صراحه غويري أنا لحد الان مازال ما قنعنيش في الفريق الوطني. الاداء تاعو دائما باهت، حتى ويسجل اهداف، ولكن ماهوش الجوال اللي يخليك يعني تحس بلي هذا اللاعب يجو منه خاطر كثير وكذا. علاش ما نرميوش بن بوعلي اللي لاعب مليح؟ نعم. تحسوا باللي يحب شغل يسجل الكثير من الاهداف هذا الموسم. حتى محمد تحسوا باللي عنده لاغرينطا هذيك لا تاع جوال يحب يعاون الفريق. نظن باللي هذا هو. ما عندناش لو شوا محمد، عندنا مقابله هذه مصيريه على اللاعبين يكونوا اكثر تركيز، يعرفوا يحسوا بقيمه المسؤوليه. جديات، هل انت مع تغيير او تغييرين فقط في التشكيله الاساسيه، او مع احداث ثوره بعد الخساره الفادحه 3-0 مثل ما فعل ليلوزيتش في 2014 عندما ابعد 5 لاعبين من التشكيله الاساسيه التي واجهت بلجيكا وخسرت 2-1 ليفوز في المباراه الثانيه 4-2 امام كوريا الجنوبيه بعد احداث 5 تغييرات كامله، زلزال احدثه في المنتخب. ما رايك؟ محمد احنا كي نتكلموا على تغييرات جذريه، احنا ما شفناش فريق ثابت يعني في المقابلات. احنا كنا كل مقابله يتغير 5-6 لاعبين. نظن ماهيش تغييرات جذريه. نظن المدى بينا نشوفوا اللاعبين اللي يكونوا في المستوى اللي يقدروا يكونوا يعطيونا الاضافه في المقابله هذه. نعم. فيما يخص تغيير ولا 2 ولا 3 ما يهمش محمد، ليسونسيال الفريق يلقى التوليفه اللي توالم المقابله تاع الاردن. نعم.